تعرفوا ايه عن السادات؟ مضى لليهود بقلم على ورقه وخد سينا. جاب رئيس امريكا في قريه ميت ابو الكوم وكان قاعد بيتفرج على الفلاحين الصبح وهم رايحين الغيط بالبهايم. راح الكنيسه الاسرائيلي في عز الحرب والقى خطاب اشبه بالتهزيء لليهود الاسرائيليين لكن بادب. قال لايران مصر دوله تحترم الجميع ومن لا يحترمها فليستعد للعقاب، وسمح لطائره شاه ايران بالهبوط في مطار القاهره وعاش فيها هو واسرته حتى مات، ولم تتجرأ ايران ان تفتح فمها رغم تهديدها اي دوله تستقبل شاه ايران. قال لصدام حسين ان اكبر فخ هتقع فيه هو انك تضرب الكويت، وبسبب الفخ ده امريكا هتدخل المنطقه العربيه. قال عن سوريا سيسمحون للروس ان يدخلوها للحفاظ على حكم عائله الاسد، وفعلا حصل. قال قبل اغتياله بسنه ان ايامه معدوده في الحياه وان مصر ستواجه تحدي قوه اكبر من حرب اكتوبر. قال ان فلسطين لن تتحرر الا بالحرب. انشا جيشا واقتصادا في 6 سنوات فقط. قطع المانيا بسبب رفضه استيراد اي شيء من اوروبا. احرج فرنسا امام شعبها عندما رفضت ان تبيع له منظومه دفاع جوي. جعل اسوا سلاح في العالم وهو السلاح الروسي يتفوق على السلاح الامريكي والالماني في 6 ساعات فقط. طرد 16,000 من الخبراء الروس ووضع للجيش المصري عقيده لا تزول ولا تتبدل ولا تنكسر. قال لاثيوبيا سنموت على جثثكم عندكم في ارضكم دفاعا عن النيل، وترك كل شيء وقال يا ايتها الام الثكله ويا ايتها الزوجه المترمله ويا ايها الابن الذي فقد الاخ والاب ويا كل ضحايا الحروب املأوا الارض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بامال السلام، اجعلوا الانشود حقيقه تعيش وتثمر، اجعلوا الامل دستور عمل ونضال واراده من الله. انه العملاق الاسمر يا ساده، انه الامبراطور الاسمر يا ساده، انه الثعلب العجوز الاسمر يا ساده، انه الشهيد المؤمن انور السادات يا ساده. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. وكمان عملنا قناه جديده مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطه لما تضغط على اسم القناه اللي تحت الفيديو وهيظهر ليك اسم القناه الثانيه، تقدر تشترك فيها بكل بساطه، وهتلاقي هناك قصص جديده عن ابطال اكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات اكيد هتعجبك بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحله الحكايات اللي ما بتخلصش.